السلام عليكم، كي دايرين صحاباتي الزوينات خوتي؟ المهمات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ما يكون ناقصكم حتى خير ان شاء الله. فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم نهيله، وباديه لكم روتين من مور الغداء، روتين ديال الحداقه. غادي ندير فيكم شويه ديال النفس، عارفه راسي غبرت عليكم. بزاف ديال الناس كيدخلوا يسولوا عليا في الخاص، كيسولوا عليا في الانستغرام، في التعاليق في اليوتيوب. كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، ولله يخطيكم عليا يا ربي. الله ييسر لكم، الله يعطيكم ما تمنيتو في خاطركم، وعواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحه والسلامه وبطولة العمر وبزيد الرزق يا ربي، بكل ما كتمناو ان شاء الله. والله يدخل علينا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله تعالى. واليوم كيف كنقولوا حنا العواشر، يعني ملي كنقولوا العواشر كنقولوا المراه كتبدا توجد اولا كتبدا تنظم المجمد ديالها، كتبدا تنظم الكوزينه ديالها، كتشري المعينات اللي كيخصوها في رمضان. كنقادو اولا كنبداو نجمعوا في كارطونه رمضان. راه مازال ما شاركتهاش معكم لانه باقي الحال شويه، غادي نشاركها معكم وغنقول لكم اشنو درت فيها لانه مازال ما كملتهاش كلها. راكم عارفين مع هذا الغلا هذا، الا لحقتي واحد الحاجه راه كتقولي الحمد لله بعدا جمعت فلوسها وشريتها. المهم اول حاجه بديت هي غادي نصايب هذا المجمد هذا، وشوفوا علاش هو كانت في الاول عرفتي راكم عارفيني كنشارك معكم البساطه وداك الشيء كيف عايشاه كنشاركو معكم. يعني ما كاين لاش. سمحوا لي قطعت معكم، انا ديما مسلط عليا مول جافي فين ما كنبغي نمونطيك. مول جابيل كيجي للدريبه كيبدا يطوط عرفتي ديما داخل ليا هاد الصوت في المونتاج، ولكن غير سمحوا لي وقبلوا عليا، راكم حبابي وعائلتي الثانيه. قبلوا عليا باللي قسم الله. المهم قلت لكم، قلت غادي نحيد هاد كثرة الميكات الالوان والاشكال. الميكات عندي انا في داك المجمد غير مع الزربه بالنهار ملي كنبغي نطيب الغداء، غير اللي لقيتها كنشد ونرمي في داك الفريغو. صافي اليوم قررت غادي نحيد هادوك الميكات كاملين، وكانوا ديجا عندي هاد البواطات هادو بحال اللي كنتو شفتوا في داك العام اللي فات، داك رمضان اللي داز ديال العام اللي داز، راه كنت شريتهم فيه ونظمت به المجمد بهاد البواطات هادو. فراه ملي سالا رمضان وسالا داكشي اللي كان وسطهم غسلتهم ورديتهم لبلاصتهم هكا تحت البلاكار. دابا ملي قرب عاوتاني رمضان ان شاء الله قلت غادي نعاود نعمرهم. المهم جوج درت فيهم هذاك الحمص كنت بيتو البارح في الماء باش يرطاب ليا. راكم عارفين ملي كنقولوا رمضان كنقولوا الحريره حامضه، واخا ما كنديرهاش بزاف صراحه، يعني كنديروها النهار الاول ملي كتبقى لينا راه كنعاودوا نسخنوها الغد. واكثريا حنا ما كناكلوهاش نهائيا، لا انا لا ماما لا راجلي غيتا خويا حتى هما ما كياكلوش الحريره لا خطا الا دقنا واحد المعلقات. شكون اللي كيشربها؟ هو بابا. بابا مسكين كيبدا بها هي الاولى، يا الحريره يا لا سوب شينواز يا سوب ديال الحوت. المهم اللي درنا، المهم خاصو يصبغ شي حاجه هكا ديال الحسوه اولا شي حاجه مهم الشوربات، عاد غيبدا عاد كيبدا بالماكله. صافي هنا هاد الطويله هادي درت فيها هاد الحك ديال مطيشه ديال الحك. راه شريت كان عندي هذا كنت شريته في التقديه ديال الشهر الا عقلته، فقلت بلا ما يبقى هكا في هاد القصديره ديالو غادي نحيدها. واخا مسدود ولكن صافي قلت قرب الوقت قرب غادي نحيدو نخوي عليا بلاصتها. ودرتها في هاد البلاصه في هاد البواطه هادي. هاد البواطه الكبيره جمعت فيها كل ما يتعلق من الدجاج اللحم، غادي نجمعهم باش زوين. التنظيم صراحه تنظيم والله الا شي حاجه زوينه، واللي ضد التنظيم خاصو يجربوا الصراحه، لانه بحال هاد البواطات كيكونوا ترونسبارون، كتعرفي شنو عندك في الفريغو، اشنو اللي مازال، اشنو اللي تقادا. مثلا ملي كتكوني خارجه تقدي كتعرفي اشنو باقي عندك، اشنو اللي مازال ما عندكش. صراحه زوينين والتنظيم لا يعلى عليه، خاص غير الدراع. راه كنقول لكم دائما التنظيم ماشي بالضروره ماشي بالضروره شي حاجه غاليه نشري منظمات غاليين ونتول بداك الشيء غالي. لا، انا هاد البوطات هادو شاريهم ب 60 ريال، لا غلا على مسكين. والله الا البنات الا شاريهم غير ب 3 دراهم. وشكون اللي ما كيعرفهمش، راه كلكم كتعرفوا هاد البواطات هادو كيتباعوا في السوق. فين ما كنخرج كل مره للسوق كنشري جوج ثلاثه جوج ثلاثه جوج ثلاثه حتى كملت وقيله شي 14 بواطه. وكنظم بهم في الثلاجه لتحت هنا في المجمد. ها نتوما شوفوا هنا هذاك راه المركز ديال الليمون، راه كنت دائما شاركته معكم. ان شاء الله الا عاودت صايبته بكميه كثيره غادي نعاود نشاركو معكم. ها هو عاوتاني طوط غير سمحوا لي البنات. هنا عاوتاني درت هاد الفلفله هادي طويله هكا الطويجنات، وهذيك الفلفله مقطعه صغيره دي بتيدي هكا الا بغينا نديروا الحشوات اولا البيتزا ولا شي حاجه.
شفتوا هنا في الفيديو، يعني الفيديو راه موضح راسو. هنا خديت هذيك الموتزاريلا ديال غاستروميكس، هي اللي كنت خدمت بها هذاك رمضان. دابا راه كانت داك العام غير ب50 درهم، ولكن دابا مع زياده الاسعار والغلا وكلشي كيزيد، ولات دابا ب60 درهم. قليل 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 اللي كتلقاي شي مولهري داير ليها 50 درهم، اكثريا دايرين ليها 1200 ريال 60 درهم. المهم بواطه درت فيها الفرماج احمر، وبواطه درت فيها هاد الموتزاريلا هادي. الا خصوني عاوتاني غنبدا نخدم بهم دابا، الا خصوني هكا راه غادي نعاود نشريهم في رمضان. هادشي اللي كاين هنا. راه هاد شويه شاط ليا، ما بقاش عندي فين نديرو في البواطه، فجمعتو غير هكا فواحد الساشيه ميكا، ودرت غنديرو في الثلاجه، غنديرو غير في عفوا في الفريغو. غنبدا بهذيك الميكا هي الاولى، عاد ندوز للبواطه، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفريغو. المهم رتبتو وتولتو بداكشي اللي عندي وبداكشي اللي قسم الله. مازال غادي نعرفكم، عارفين رمضان ضروري ما غتشري هكا من اللحوم، الكفته وداكشي راه ملي غادي نشريها ان شاء الله غادي نقسمها معكم كيفاش كنقسمها وكيفاش كنصايبها هكا في الفريغو. كنتمنىكم غير تقبلوا عليا حبوباتي، ما تنساونيش من اللايك ديالكم، عافاكم شجعوني باللايك باش هكا ما نبقاش نغبر عليكم، لانه اللايك كتزيد تحفزني، كتزيد تشجعني انا نزيد نعطيكم الجديد، نزيد نلوح الفيديوهات. انه ملي ما كتشوفيش هكا تفاعل فراه كتستاتيا كتافك كيبردوا عليك كيف كنقولوا، ما كتبقايش تحمسي نهائيا. صافي هنا غادي ندوز باش نصايب معكم واحد لي كيش سائلين بدون عجينه. غادي نحتاج هنا كاس ونص ديال الحليب، جوج ديال البيضات، شويه ديال السودانيه، البزار، الربيع، بودره ديال الثومه. غادي نحتاج شويه ديال الزعتره والملح، وغادي نحتاج دانون ديال المسوس طبيعي، دانون مسوس طبيعي. هذه هي لاباري ديال الكيش، ما غادي نستعملوا فيها لا عجينه لا والو. غادي ندير لنا واحد معلقه ونص ديال خميره حمراء، شويه ديال الكوزه محكوكه. وتما في هذيك المقيله راه شلطت بصيله ودرت القطيعات ديال الدجاج والعطريه والربيع والزيت. ملي كتشحر لكم هذيك المقيله كتزيدوا تضيفوها على هاد لاباري هاد الخليط هذا. خديت هاد لي ميني مول ديال الكيك، دهنتهم بشويه ديال الزيت، وغادي ندير ليهم الدقيق. يمكن لكم ديروا الزبده والدقيق اللي متوفر عندكم. ملي كتشحر ليا هذيك البصله والدجاج، ها هي لي كيش السائل ديالنا وجد. حاولوا انكم تعمروهم حتى الفوق، لانه راه ماشي بحال الكيكه كيفيضوا، لا هادو راه ملي كيطيبوا كيتزيدوا يتسوفلاو وكينزلوا. من الاحسن انكم عمروهم حتى الفوق وما عندكم مناش تخافوا، وطيبوهم على درجه 200. شعلوا غير لتحت حتى كيطيبوا مزيان، عاد شعلوا عليهم الفوق. هذا هو الشكل النهائي، كيجيو على هذا الشكل هذا، ويصلحوا هكا من شهيوات ديال رمضان ان شاء الله، ويصلحوا لكم حتى العشاء، علاش لا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. نتلاقاو غدا مع فيديو جديد ان شاء الله، الا بقى العمر. السلام عليكم.